السلام عليكم. أحيانا نجد أنفسنا ضائعين تائهين، لا نعرف إلى أين الوجهة، إلى أين طريقنا سيأخذنا، لكننا رغم الضياع نظل نسير فيه، نبحث عن خيط يساعدنا أو قد ينقذنا. لا نأبه بما يحصل أو ما سيحصل لنا، ولا حتى لعثرات الطريق التي تصادفنا. هكذا هي الحياة، تجبرنا على قبولها بحلوها ومرها، بقساوتها وبسعادتها، بكل شيء فيها، وحتى نستطيع أن نعيش ونتقبلها بكل ما فيها. علينا أن نكثف التدقيق، نعم، أن نكثف التدقيق في كل شيء، فيما يصادفنا، فيما يصادف غيرنا، فيما لا نجده، فيما نجده. نسير ونتكل على الله، ونتكل على أنفسنا، وإن تعثرنا، وإن وقعنا، وإن بكينا، وإن فهو قضاء من الله محتوم، وما علينا إلا أن نقول: ربي أعنا على نوائبنا وعلى مصائبنا. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. ربي رفقا بعبادك الضعفاء، رفقا بنا، فنحن لا نجيد التفكير ولا التسيير ولا التخطيط، نسير وفق أهوائنا، وفق رغباتنا، وفق ما يمليه علينا أو ما تمليه علينا قلوبنا وعقولنا. قد نقع في الخطأ، قد نخطئ